حلوة، واحد اتنين تلاتة. اوكي. ليه؟ مش عارف ليه. إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي هي سمعانا بقى وتبدأ تشوفنا كده، نبدأ نستارت كده اللايف مع بعض. يا ريت بس الناس تكتب كومنتس. احنا منتظرين بس يبقى في ناس بتبدأ تدخل معانا عشان يأكدوا او تشيكوا بس معانا على على الصوت. ناس تبدأ تشيك معانا على الصوت بعد إذنكم. سامعيننا وشايفيننا يا جماعة ولا مش شايفيننا ومش سامعيننا ومش سامعين حاجة؟ يعني حد يدخل كده ويقول السلام عليكم وعليكم السلام ونبدأ اللايف على طول يعني. كده منتظرين الناس تبدأ تجو معانا بقى في اللايف. يا قوم. الناس تبدأ تجو معانا على اللايف. يا ريت يا جماعة أي حد يدخل يكومنت ويقول إن الصوت تمام وإن الشبكة تمام والجودة تمام وكلنا في التمام إن شاء الله. إن شاء الله. حطوا بقى كده. أوكي ماشي. أوكي طيب نظبط كده. المشاهدات عندك بدأت أهي. الناس اللي على البيج الحلوة بتاعتنا يا جماعة، الناس اللي على بيج لابل هاي. أي حد يشوفنا يقول الصوت كويس. يا ريت بس يا جماعة تشيك على الصوت والنبي الله يرضى عنكم. اكتبوا لنا بس كومنتس يا الموضوع ده جماعة. مهم. أحيانا بيكتبوا كومنتس ما بتبانش. لا بعد اللايف بيخلص. مش بتحصل كتير يعني. يا ريت بس يا جماعه حد بالله عليكم كده في النت ضعيف سيكا. working. مفروض. بس لا بنسيبه، ما تقفلوش لحد ما هم يكونكت تاني. Yes, I know that. يا جماعه هاي باي ازيكم. جايين نقول هاي بالله. اللي عندي أنا إسعادات عنه. اوكي اللي شفنا يا جماعه. يلا يا جماعه كده تعليقاتكم الجميله الممتازه الحلوه. لسه ما حدش وصل. عندنا لسه ما حدش لسه ما وصل. جاش وصل. الناس يا جماعه يكتبوا لنا كده بالله عليكم الكومنتس. شايفيننا ولا سامعيننا ولا مش شايفين حاجه ولا مش سامعين، عشان نبدا بقى. احنا عايزين نبدا الموضوع. عايزين نقول احنا علينا كلام كتير، عايزين نقوله يهمكم. اللي يبدا بس يا جماعه بالله عليكم كده يكتب لنا كومنتس، يعني يقول لنا بس ان هو شايفنا وان الصوت تمام وعشان بس نبدا اللايف بتاعنا. الناس اللي شايفانا هما في ناس شايفانا ما بيقولوش. اوكي مش هما بس لسه عقبال ما الواحد ما بيطلع وبيكتب. ممكن كل واحد لسه يعني ايه سايق عربيه مثلا، واخد بالك انت، واحد راكب توك توك فالدنيا دوشه عنده كده يعني. بص بقى لو عندي والسلام عليكم. طب شايفانا طيب مين؟ ايوه الصوت مسموع طيب. يا باشا شايفانا وسامعانا. شايفه الناس. شايفه الناس بدأت. بس كده. طب قولوا لنا وانت والله وحشاني، بس قولوا لنا الصوت والصوره لا الناس بتقول الصوت كويس. طب زي الفل. طيب مبدئيا كده السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشني بقالي كتير ما بطلعش. ولا ما بطلعش خالص لايف. فانا يعني انا مبسوط ان انا طالع معاكم لايف النهارده. وشيري اول مره تطلع لايف تقريبا ممكن تكون معايا يعني. فدي حاجه كويسه. طبعا انتوا عارفين ان انا في ضيوف لزاز كده بنكرر معاهم لايف مره واثنين وثلاثه عادي جدا، بس عشان الموضوع ايه بيبقى شيق والموضوع عايز اكتر من لايف فبنطلع او بنقسمه. فاتمنى بقى ان شاء الله الناس النهارده تستفيد معانا بشكل كبير في اللايف. والتسويق بتاع من انجلش. احنا يعني كان معانا كده او في الفتره الاخيره بالنسبه لي كان عندي مشكله ممكن منها جزء شخصي ومنها جزء بشوفه مع الناس اللي يمكن بيحضروا معايا في التريننج او في التدريب بشكل عام يعني. فكانت المشكله دايما اللي بتجيلي او من اكتر الاسئله اللي كانت بتجيلي بتقول لي هو انا لازم شرط ان انا اتعلم انجلش قبل ما اتعلم سوشيال ميديا؟ يعني انا لازم ابقى عارف الانجليش واعرف اقرا وكل الكلام ده قبل ما انا ما اجي اتعلم سوشيال ميديا او اتعلم ماركتنج؟ فانا كاجابتي كان ليها منظور، ولكن احنا النهارده جايين نتكلم بمنظور الناس او منظور حد في تخصص اللغه الانجليزيه. فانا حابب اسمعها من شيري. طب خلينا نقول هي مين شيري اصلا؟ لا انا خليها تعرف نفسها. يا سيدي انا شيري الفيد، انجلش انستراكتور، بشتغل في الفيد بتاع instructing English تقريبا over 5 years almost 6 years تقريبا 6 سنين دلوقتي. بران ماي اون بزنس وعندي الاكاديمي اللي بتعلم الناس اوريدي انجلش بقالنا تقريبا 5 سنين. اوكي. علمنا ناس كتير
ساعدنا ناس كتير تسافر، وساعدنا ناس كتير تشتغل، فالناس خلصت الكورس وبدات حياتها العمليه فعليا، وبنخرج دفعات كل سنه الحمد لله. دفعات عارفه هي بتعمل ايه كويس قوي من زيرو انجلش. تمام. بس دي انا. طيب انا عايز بقى اسالك سؤال يا شيخ. احنا عندنا في حاجه، في السؤال اللي بتسالني انا، بس انا بلاش اقول من منظوري انا عايز اسمعها من منظورك انت، اللي هو ايه؟ اللي هو فكره ان انا عايز اتعلم التسويق او السوشيال ميديا، وشرط اكون فاهم في الانجليش، فهل ده صح ولا مش صح؟ انا عايز بقى ايه، عايز اجابتك في الجزئيه دي. هل من الصح ان انا اتعلم انجليش الاول قبل ما اتعلم سوشيال ميديا او ماركتنج ولا لا؟ طيب هنا هنجاوب على السؤال ده من اكتر من وجهه نظر. اوكي. الانجليش دلوقتي بقى بيسك اصلا لاي حاجه انت عاوز تتعلمها في الدنيا. ماشي. يعني انا عشان ابقى بروفيشنال في اي حاجه واوصل لمرحله تخليني ابقى مميز في اللي انا بعمله، لازم يكون معايا لغه. اوكي. عشان اعرف اسافر، عشان اعرف اتكلم مع ناس في نفس مجالي. لكن لو المجال اللي انا هتعلمه متاح فيه اني ابدا على الاقل في البيسكس فيه من غير لغه، لا طبعا لازم اعمل كده. اوكي. طب هل هفضل في نفس الكارير من غير اللغه؟ لا مستحيل. يعني تعدد المصادر، انا لو عايز اتفرج على فيديو او اخد معلومه تكون قويه اخدها من حد عمل ريسيرشز كتير قوي حواليها، هروح لفيديو انجلش، هروح لكورسيرا، هروح لتيدكس، هروح اسمع من منصات كتير واشوف على منصات كتير. مش هعرف اخد فيها المعلومه اللي انا عايزها غير بالانجليزي. فمنطقي جدا انه انا حتى لو بدات بالعربي، وده بيحصل في السوشيال ميديا اوريدي، لو بدات بالعربي لازم ادخل الانجليش، ولازم الانجليش يبقى موجود، خصوصا ان انا معظم نطقي ومصطلحاتي وشروحاتي وحاجات كتير قوي هعملها هلاقيها بالانجليش. فلازم حتى لو ما بداتش بيه انا لازم ابدا بيه. طيب لازم بقى ممكن تعلي صوتك عشان بس ليه الصوت مش واضح. سامعيني يا جماعه كده؟ طيب طيب كده هنظبط الصوت عن كده. طيب يعني انا كده، انت هنا كده شويه بتقولي لي نفس اللي يمكن اللي انا بقوله دايما للناس، لا مش شرط ان انت تبقى عارف الانجليش، ولكن هيبقى مهم لمرحله ليك، ده اللي هيخليك تتفوق على يعني لناس في نفس مجالك، وده هيفتح او هيتيح ليك فرص كتيره جدا بره مصر. وبالفعل دي حاجه من الحاجات اللي كانت التجارب اللي كنت حكيتها لك، ان انا بساعات بتضيع عليا فرص بره مصر ان انا مش اكسنت في الانجليش قوي، ومش بتكلم، مش بعرف اتكلم او ترانسليت كونفرزيشن مع اشخاص معينه، فدي بتخليني او دي بتعطلني لحد ما ان انا يعني ابقى معايا شركات كبيره او يبقى معايا كلاينتس محترمين بره مصر وفي مراكز كبيره، وده كان بيتعرض عليه. ومش انا لوحدي بالفعل، انا بيجي لي كيسز والله مرعبه يا جماعه، ناس بقى لها 20 سنه في الفيلد بتاعها و15 سنه، وقت ما جه شفت كارير او وقت ما جه ينقل من شركه لشركه، الشركه اللي هو قديم فيها والناس عارفاه وعارفه ان هو بروفيشنال وبتاع، يروح يعمل انترفيو العربي والتكنيكال وكل الحاجات اللي محتاجه مهاراته بيطلع فيها فظيع احسن من اي حد، يجي عند الانجليش ويترفض. ناس معديه الاربعينات وناس في الخمسينات، ويعني حاجات حقيقي تحزن، مش عارف يعيش، مش عارف يلاقي فرصه، مش عارف يجيب الانكم اللي هو عايزه بسبب الانجليش، فاهم؟ ما يعرفش انجليش وبيفتكروا ان اللي سافر فلت. يعني احنا معانا طلبه مصريين بالذات من الامارات ومن السعوديه ومن الكويت ومن لبنان، وناس كتير سافرت دول كتير هروبا من المشاكل اللي حواليهم عشان يلاقي مكانه في حته ثانيه، يروح يلاقي مديره امريكي انجليزي هو بره بيبقى كده فعلا، فمش عارف يتعامل، مش عارف خصوصا احنا في مجالنا عشان فريلانسنج نتعامل بره. ممكن نتعامل مع كلاينتس اصلا بره مصر. يعني انا في مره جالي ان انا يعني جالي في الامارات تحديدا، الكلام ده كان من 4 سنين، وكان عندي وقتها مشكلتين. كانت كان من 5 سنين تقريبا، كان عندي فيها مشكلتين: مشكله الجيش بتاعي، وكانت مشكله اللغه، ان المدير هندي، وطبعا الهنود هم في الانجليش صعبين قوي، بس مع ذلك هو كان بيتكلم انجليش. هم مش مقتنعين للبنات انهم صعبين، هم مقتنعين هم يعني هنود انجليش. فهو كان بيبني معايا الانترفيو يعني كله على بعضه كده، كان بيبنيه معايا بالانجليش، فانا ما كنتش بعرف اي حاجه يعني. فدي فرصه، ودي كانت فرصه كبيره، لان السالري كان طبعا اي حد يحلم بيه او يتمناه، وكان البوزيشن بتاعي يبقى حاجه كويسه جدا، وكان هروح هناك على الوضع ده. بس للاسف ما اتاحتش لي الفرصه، ولكن ما زلت بقول ان الفرص لسه موجوده، ما دام لسه ما احنا ما بنطور نفسينا في موضوع اللغه. بقول لا، انا في ايدي ان شاء الله يبقى في فرص تاني باذن الله هقدر اتحصل عليها يعني. بس اللي انا عايز اقوله ان الانجليش فعلا بيفتح
مجالات فرص كتيره جدا، خصوصا في مجالنا. فبالتالي هنا دي الاجابه بتاعت السؤال الاولاني، ايه يا جماعه؟ كانت الاجابه اللي هي فكره هل انا لازم اتعلم انجلش عشان ادخل مجال الماركتنج، التسويق او السوشيال ميديا؟ لا، دي مش شرط، ولكن يبقى ليك وقت او مرحله معينه ان انت لازم تعمل. ولذلك انا مش شرط في حتى البدايه، انا عايز اقول مش لك، شرط بعد كده. بص انا عايز اقول لك، انا كنت عملت كده سيرفي للكورسات بتاعتي على يوديمي. مهم. عايز اعرف الناس، انا الحمد لله ليا بتاع حوالي فوق 8 9 كورسات يعني. فجيت عايز اعرف الناس انا في بعض الاوقات كنت بشرح بالمصطلحات كلها بالانجلش، وحتى البرزنتيشن اللي بعرضها للناس كلها مهم. كانت بتبقى بالانجلش. فجيت عملت سيرفي كده، عايز اعرف الناس بتروح للكورسات لاني يعني هل اعمل برزنتيشن بالعربي ولا اعملها بالانجلش. فجيت لقيت ان الاودينس اللي موجودين اللي بيجوا على يوديمي، ودي سيرفي بقدمها لكل حد عنده كورسات على يوديمي، مهم. لقيت ان الافضل ان البرزنتيشن او شكل الداشبورد نفسها، رغم ان هي مؤذيه ان هي تبقى بالعربي بالنسبه لنا، عشان بيبقى في بعض المصطلحات لازم يفهمها بالانجلش عشان ما يجي يدور عليها في الابديتس بتاعت الريسورس اللي هي بالانجلش اصلا، مهم. فيبقى عارف يعني ايه المصطلح ده. ولكن لما عملتها ده بالعربي، يعني عملت كده كورس الداشبورد بتاعته كلها بالعربي، ده كان كورس الكونتنت، الترافيك بتاعه كان من يوديمي نفسه كان حلو عليا. لانه معظم الناس اللي داخله عندها مشكله في الانجليش، هم مصريين. برافو عليك، برافو عليك. انت عندك المصريين فانا حليت هنا دي. بس انا كنت دايما بقول، يعني انا كنت بقى بقول هنا ايه؟ بقول يا جماعه يعني لما تيجي تقدم كونتنت، انا كحد في مجال الماركتنج، قدم بالاودينس عايزينه، مش واحنا بتوع تسويق المفروض فاهمين ده. مش هقدم عشان هي المفروض تبقى كده، لا، انا كنت بقدمها للاودينس اللي هم كانوا عايزين. مصريين، انت بتخاطب انا عايز عرب، فالعرب هم عايزين يفهموا بالعربي. فهو كان حد في مره، كان حد كتب لي، مصريين. كان من الاردن، قال لي يا اخي هو انت يعني انت مصري وبتتكلم مصري، ما تشرح مصري ليه؟ تشرح تعمل لي الداشبورد بالانجلش. اللي هيعوز يزود ويعلي على اللي بياخده منك هيعلي في الانجليش. حلو قوي. انت نفسك لما بتعوز تدور على فيديو وفي حاجه مش لاقيها عند المصريين بتروح لها انجليش وتترجمها. ده حقيقه. فانا بقول لك انا هنا بقصد ايه، وعايز اطلع ايه من المغزى دي، ان عدد الناس اللي عايزين بالعربي كتير، بس ده مش صح. فخلينا نقول ان انا عشان هطور من نفسي والاقي الريسورس بتاعتي في التسويق او في السوشيال ميديا، فهي لازم هتبقى بالانجلش. لان انا كخالد الثوت ليدر بتوعي انا كلهم اصلا انجلش، يعني منهم واحد هولندي، تخيل، يعني منهم واحد بيكتب انجلش البوستس بتاعته بس اصلا هو هولندي. حاولت اعمل معاه في مره، اتكلم معاه يعني واعمل معاه اتفاقيه في شيء ما، قال لي انا بتكلم باللغه الهولنديه مش بتكلم باللغه الانجليزيه، يعني البروسيس بتاعتي كلها بتيجي عن طريق الايه، البرامج والترانسليت بس. فبالتالي فكره ان حتى الثروت ليدر اللي باخد منه الابديتس، باخد منه الانفورميشن اللي بتفيدني في شغلي واللي بفيد بيها الناس، بتبقى من كلهم من الانجليش، من المصادر الاجنبيه يعني. فطبعا مهم جدا حته فعلا ان احنا نعرف انجليش عشان هتيجي عليك مرحله ما. طيب تعالوا احنا نشوف كده بعض الاسئله. هو في حد بيقول لك طبعا تحيه ليكي من الكويت. الله يبارك يا يا جماعه. مش شريف. الله يبارك. اللايف ان شاء الله هتحبس. في حد بيقول لك احنا عشان تحبس ولا حاجه. طيب اوكي. في حد بيقول احساس الواحد بيبقى متكتف عشان مش عارف انجلش. دي حقيقه. هو ده ممكن يكون احساس عند ناس كتير على فكره. بس عشان يعني نبدا ناخد فيه خطوات، خلينا بس نبقى عارفين انه من وجهه نظري كده، وانت اكيد عليا برضه شويه، ان الانجليش هو لونج تير، يعني على المدى البعيد هتعلمه 4 شهور 5 شهور 6 شهور. فممكن انا وانا بعمل بلان لنفسي، انا ممكن ادي بلان للماركتنج والانجليش في ان واحد، يعني ممكن ادي الاثنين مع بعض في ان واحد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هتعلم دلوقتي الانجليش، انا دلوقتي هتعلم الانجليش، بس ببقى عارف ان انا معايا 6 شهور، عارف ان انا معايا 7 شهور. طبعا ده في حاله ان انا ماشي بطبق وماشي ايه، يعني ماشي مظبوط يعني. والماركتنج انا بتعلمه باللغه اللي انا بعرف ان انا اتعلمها دلوقتي، وبعد كده اقدر ان انا ايه، انا بطور بقى اوريدي من نفسي في الحته دي، وانا بطور من نفسي في الايه، في اللغه. فدي ادوس في ده وانا شغال في ده، مفيش مشكله. فده من الاثنين. بص، بيبقى صعب قوي ان انا اتعلم لغتين او 3 لغات. لغتين جنب بعض ده كونفيوزنج فظيع. الكونفيوجن فيه عالي جدا والريسك فيه عالي جدا في ان انا اتعلمه اصلا، وممكن دماغي تتضرب في الخلاط ما اعرفش اعمل اي حاجه في الاثنين. لكن انا بتعلم تو فيلدز، واحد فيهم بيخدم التاني. انا كل ما بقى احسن في الانجليش كل ما هفهم مصطلحات ماركتنج اسهل.
انا عرفت ان دي adjective مكانها هنا وده noun مكانه هنا والجمله بصياغتها بالشكل الفلاني وهو هنا قاصد كذا مش قاصد كذا. هوب لقيت نفسي عرفت ادخل في المصطلحات وفي الطريقه بتاعت انه انا افهم الراجل ده بيقول ايه اعمق واسهل، فخدت معلومات اكتر. فالدنيا لا، بس لو عرفت تعمل الاثنين مع بعض، يعني لو كان عندك الوقت والطاقه والقابليه لان تعلم الانجليش مش هنقول انه مستحيل يا جماعه ولا هنقول ان هو فظيع، بس هو متعب الى حد ما متعب. كل ما لقيت حد يفيدك وكل ما لقيت حد يقول لك ويفهمك ويحطك على الطريق الصح ويجيب لك من الاخر عشان ما ترميش مجهودك في الارض، لانك ممكن وانت بتتعلم لوحدك تتعلم غلط، ممكن تاخد معلومه مش صح، دي ما تخليكش تعرف تطلع لقدام. وعلى فكره ده اللي ساعات وانا ببقى ضد ده حتى في مجالي، الناس اللي بتسهل المعلومه في الفيديوز يقول لك على فكره تعالى اقول لك على مجال تقدر تدخله وتكسب 40,000 جنيه. انا نفسي اعرف هو يعني قول لي انت اللي جبت ازاي 40,000 جنيه عشان انا اتعلم ازاي. تمام. فالموضوع بيبقى الشخص يحس ان هو بيبسط. يعني انا في حد من الناس يعني بيطلع في ايفنتس وبيتكلم وبتاع، انا ضد الشخص ده تماما، لان بيدي للناس كلام مش تعالى اقول لك انا جبت ال 2000 دولار، تعالى جبت ال 1000 دولار. ده مش حقيقي ومش بيبقى صح يعني. وبصراحه اي حد يقول لك غير كده بقول لك والله انا لو قلت كده في يوم من الايام قول لي انت كذاب. اما جيت قلت تعالى اقول لك انا عملت ازاي 50 دولار، انا قلت لك تعالى اقول لك عملت ازاي ال 1000 ولا ال 2000. انا ما اقولكش، حتى لو عملت ما اقولكش، لان انا كده بحبطك، ده كده بيجي عليك بنتيجه عكسيه. تمام. طيب هنيجي بقى من هنا من سؤال مهم قوي. احنا بدأنا ازاي في مجال الانجليش يا شيرين، وازاي بدأت البوستات بتاعتك المنتشرة اللي هي ساعات بتحبط الناس يقول لك انا اتعلمت الانجليش في 4 شهور. فمثلا انا ممكن واحد يقول دي فيك يا عم، دي ما اتعلمتش في 4 شهور. بس انا لما انا قعدت معاكي وعرفنا حاجات كتير وحتى درست معاكي يعني، لا انا شفت ان الموضوع فعلا انت اتعلمتي في 4 شهور. فاحكي يعني عايزين نعرف الناس احنا ازاي انت ايه اهم النقاط اللي قدرت تخلي الشركه تتعلم انجلش في 4 شهور؟ اولا اول نقطه كانت الاحباط. يعني انا كنت I have nothing، مفيش لا في سكيل ولا في حاجه انا بعرف اعملها غير الطبيخ والبيت زي كل البنات اللي في الدنيا. وبدور على شغل وكل الناس بتقول لي عايزين انجليزي زي ما ناس كتير قوي بيتقال لها دلوقتي. فخلاص نتعلم انجليزي. قعدت ادور على مكان واثنين وثلاثه واربعه وبدات اروح هنا واروح هنا. معظم الناس اللي كانت بتدي كورسز وقتها ما عدم ذكر اسامي طبعا، كان القصه بالنسبه لهم انك بتخش تاخد جرامر وكلمات وتروح. والله طب عايز اقول لك ان انا خدت يعني مع مراكز كتير جرامر وكلمات 70. يعني عايز اقول لك ان 90% منهم كده. يعني في منهم اصدقائي طبعا، وفي منهم اصدقائي لا كان كويس بس انا ما كنتش بلتزم. يعني كان منهم بعض الاصدقاء باخد معاهم بس انا ما كنتش بلتزم بصراحه يعني. بس في لا دخلت مراكز وليها اسمها السوق حاجه يعني ما هو يعني هم جايين عند واحد معلش يعني ايه بالبلدي كده بيقولوا يعني ايه لف كتير دور كتير قوي. فروحت هنا وهنا فبقيت عارف. وساعات كنت بشوف ودي كان بعض النوتس بديها لبعض الاصدقاء عندي يعني ان للاسف الانستراكتور اللي حضرتك جايبه هو بيعمل اللي عليه. الانستراكتور لان هو واحد كانه عليه يعني عليه يعمل واحد انت ما عندوش مرونه مع الستودنت جوه الكلاس. ما عندوش مرونه جوه الكلاس. بيعرف العميل المتدرب بيعمل دي ازاي، يطبق معاه ازاي. ما عندوش طول بال في الحته دي قوي. فالموضوع ان هو جاي انا عايز السيشن تخلص يلا خد الساعتين بتوعك او الساعه ونص يلا روح ما تقرفنيش يعني. فدي كنت ساعات بشوفها من طريق ردود افعال كتيره ودي بالفعل شفتها يعني. لما كنت بدخل كورس فانا شايف ان دي ميزه معاكي ان انت ما بتعمليش ده مع الانستراكتور بيبقى معاكي بصراحه. فدي ما هو انا قررت لما اجي افتح مكان او لو قررت افتح مكان اصلا كنت مقرره ان انا اتجنب فيه كل المصايب اللي شفتها في كل حته. اتجنب فيه قصه احفظ وصم، احفظ بالعمود تلاقي العب تلاقي. اتجنب فيه انه انا ادي معلومات من غير ما ادي عليها تدريب. اتجنب فيه ان هو يروح البيت يرمي كل اللي اخده ثرو من غير ما يلاقي في حد وراه رقابه. احنا عندنا جروبات واتساب وجروبات تليجرام وبنتابع الناس بمكالمه ثقه كل اسبوع بنكلمهم في التليفون بالانجلش عشان نكسر عندهم حاجز الخوف. فده كله انا اخدته من ايام ما كنت باخد كورسز. انا ما كنتش بلاقي حد بيتابعني ودايما كنت بدور لنفسي على ليدر. يعني طول ما انا كنت باخد كورسات كنت بعصر الانستراكتور. هي دي النقطه مره واثنين وثلاثه واربعه. فكره النقطه دي مشتركه معايا في الماركتنج. يعني هو الشخص هو بيتعلم عشان بيلاقي مصادر كتير قوي. ففي حد مثلا اسمه عمر كلمني كنت بعت له فويس امبارح، هو اشترى الكورسات
بتاعتي على يوديمي، فبقول لي وجهني اعمل ايه. فاوجهه ده بقول ممتاز خد ده كذا وخد ده كذا طبعا. وخد ده كذا وخد ده كذا. وحاجه من الحاجات يمكن مش عارف في الناس ما تعرفهاش عني، فكره ان اللي بياخد اي حاجه من عندي سواء مجاني او مدفوع، فلما بيرجع يسالني انا برد عليه وبجاوب واوجهه وببدا ان انا دي مهمتك اشتغل معاه. كدكتور. بالظبط، هي الفكره في ان انت التوجيه دايما بيبقى اهم من ان هو يحصل على المعلومات. دي يعني اوقات حقيقة. التوجيه بيبقى اهم من عندي احسن من ان هو يحصل على المعلومات يعني. بس فدي طبعا حاجه من الحاجات يعني اللي فعلا بتعلي. فانت فعلا اول نقطه قلتيها الاحباط يعني، وانت دي يعني ممتازه جدا فيها، برافو عليكي. والنقطه الثانيه فكره ان هي كانت ليها منتور بيمانج معاها اللي ايه يعني، او هي بتقدر تطلع وهي طبعا هتحكي لنا يعني هم مين اصلا اللي كانوا معاها يعني مين بص المنتور. هو في حد تقول لك ميس شيري بجد مشتاقه نتقابل يوم الثلاث؟ ان شاء الله. ان شاء الله باذن على الله. خير باذن الله. بس ويا جماعه كله ميس شيري اللي هو مفيش خالد ولا ايه موجود معاك؟ صباح الخير يعني. ايه يعني ايه يعني اللي موجوده في اللايف انا مش متشاف ولا ايه؟ فاهم ايه؟ الفانز بتوعنا كتير في مصر وبره مصر. بعدين احنا ماشي. نقدر نقول حاجه، ده احنا معانا شيف المسوقين في مصر. الله يعزك. طيب خلينا نرجع للنقطه بتاعت المنتور، تعدد المصادر. احنا يعني انت لو فتحت، اتحدى كل الناس اللي معانا في اللايف اللي بيشوفونا اللي كتبوا واللي ما كتبوش انهم يفتحوا التليفون دلوقتي يوروهم كده، ياخدوا سكرين شوت من كم الابلكيشنز بتاع تعليم الانجليش اللي عليه. اوكي. من كم المصادر اللي بالمناسبه في بعض الانستراكتور بيقول لك اعملي بيها يعني في بعض الناس بتتكلم وتقول لك ايه اعملوا بيها يعني. بس الابلكيشنز يعني حتى انا شفت ليك بوست على البيج، حتى الابلكيشنز هي ممكن تكون بتساعد فئه معينه من الناس. دي حقيقه. يعني فئه معينه ليفلز معينه بس من الناس. ليفلز معين من الناس، بس مش كل الناس يا جماعه يعني. حصل. ما نخش ان الابلكيشنز دي بتعلم كل الناس. في حد ليه سؤال حلو قوي بيقول ايه بس الكورسات غاليه قوي، هل ليها بديل؟ خليكي بس تبع لنهايه اللايف يا بسمه، وان شاء الله يكون ليها بديل. هتلاقي لها بديل ان شاء الله معانا، ما تقلقيش. معانا احنا الاثنين. فاحنا هنرجع لقصه تعدد المصادر. انا كل ما المصادر عندي الناس عندها معلومه، ان انا كل ما يبقى في مصادر كتير هتعلم احسن واخد معلومات. لا، وانا زي ما بيقولوا كده صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثه منافق. انا كل ما يبقى عندي مصادر اكتر وكتب اكتر وبي دي افس اكتر واوديوز اكتر، هلاقي نفسي في الاخر طب اخلص ده ولا اذاكر ده، طب ابدا بده ولا ابص على ده، طب ده افيد ولا ده اسوء. اوكي. انا بقى ببقى محتاج حد يرتب لي افكاري، يقول لي ابدا من الحته دي. لا بص، ما تسمعش نقطه ان الدكشنريز لو دخلت انجلش هتلاقي الدنيا احسن كتير. طب بص الدكشنري ده كويس، لا ده فيه كلام سلانج اكتر، خليك مع كامبريدج، خليك مع كذا. فطول ما انا عندي شخص بيقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه، انا وقتها هبقى في السيف سايد، لاني مش هبذل مجهود على الارض، مجهودي مش هيبقى ضايع، مش مهدر. انا كده كده هبذل مجهود، ببذله صح. امشي في الطريق اللي المفروض امشي فيه، بس انا هحتاج حد يليد me. I have to find my mentor. The person who's able to lead you. لازم يبقى حد عنده خبره وعنده المهاره والامكانيه اللي تخليه يبقى ليدر، يعرفك ايه اللي تعمله امتى وفين ازاي. اوكي. فدي بالنسبه لنقطه انه انا كان عندي منتور، كان عندي منتورز، بس يعني مش حد فضل مكمل معايا من الاول للاخر. انا كنت طول الوقت بدور على حد يقول لي اللي انا بعمله، الطريقه اللي انا ماشيه فيه صح ولا لا، انا كده ماشيه كويس ماشيه مش كويس. وموضوع ان انا اتعلمت انجلش في 4 شهور ده يا جماعه، الستيب السيكريت بتاعه اني انا كنت متفرغه تماما، ما كانش لسه عندي اولاد، كنت لوحدي، ما بعملش اي حاجه غير الانجلش. حد بيبراكتس من 8 ل 18 او ل 16 ساعه يوميا يستحيل يخرج من غير نتيجه، مش ممكن. فانا كنت طول الوقت يا بسمع يا بتكلم، بس في البيت، في الكورسز، في الشارع. كنت بحط احيانا الهاند فري في وداني وانا ماشيه في الشارع لو تعبت من كتر الليسننج والشغل، وابتدي اكلم نفسي بصوت عالي، الناس معايا في الشارع مفيش مشكله، وانا حاطه الهاند فري عشان انا مجنونه، بس تبقى باينه كده وظاهره، واقعد اوصف في الحاجات اللي انا شايفاها حواليا واتكلم عن اصحابي، اكلم نفسي. احنا كلنا طول الوقت بنفكر، يعني انا طول الوقت بتخانق مع صاحبتي اللي عملت ما اعرفش عملت ايه، ومع خطيبي ومع ماما، بتخانق معاهم بصوت عالي بالانجلش عشان الناس بتقول اصل انا مش لاقي ابراكتس مع مين، اتكلم مع مين، ما عنديش حد اتكلم معاه. اوكي. فدي جزء من حل المشكله. فانا طول الوقت كنت يا بسمع يا بتكلم. طبعا مشكله من المشاكل اللي ممكن خالد بيمر بيها الوقت. يعني احنا مش مدين وقت للتطبيق
ومش مدين وقت للتعلم. يعني لا اما انا اصلا ما بتعلمش، فانا عايز اي فيديوز اشوفها وخلاص، او شويه اوديوز اسمعهم، او ان انا ما عنديش وقت ان انا اطبق اللي انا بسمعه. يعني في ممكن. حل ده، امم. العاده اليوميه. يعني انا لو امم. باخد كورس، مثلا رحت لفلان اتفقت معاه انه انا عايزاك ربع ساعه كل يوم تكلمني في التليفون، اوكي. تبعت لي حاجات اقراها وابعتها لك. ربع ساعه اوكي. مش مشكله، نص امم. ساعه في اليوم تكلمني بس انجلش. هتيجي يبقى في عندي عاده محصله. يوميه. بالظبط. محصله الكلام ده في خلال شهور هتبقى جباره، بالظبط وهتبقى كده. جميله جدا. دي حقيقه. طيب دي فاحنا حلوه كده جدا. عوضنا قصه ان انا ما عنديش وقت ان انا اشتغل على نفسي جامد. لا، خد حاجه ما كل خد يوم. بالك يعني ده ينقلنا للسؤال اللي بعديه، اللي هو ايه؟ اللي هو يعني ايه المعوقات اللي فعلا بتقابل الناس في تعلم اللغه؟ وعايزين، بص مش عايز كلام انش خالص، لان انا لما باجي بنيجي نشوفه، استني لا، اصلك انا بقابل ناس بتطلع تتكلم ساعات كلام انش، وبشوف ليهم بعض الفيديوز، وطبعا بيبقوا ناس انا بحبها يعني. وعندي في الفريند، وبيبقى منهم كلام طبعا كبير. زملاء، وبيبقى بعض منهم زملاء، وبيبقى بعض منهم اصحابي. بس انا بشوف ان الكلام لسه انش. يعني انا عايز ألاقي يعني حاجه واقعيه. يعني انا حاجه مثلا كخالد، عندي مشكله في الوقت. مهم. انا عندي مشكله في الوقت. حلناها اهو. ماشي اوكي، دي انت كده حلتي لي اول حاجه. هتلاقي مثلا في ناس تانية عندها مشكله في ايه؟ في الخوف. إيه؟ هي خايفه تطبق فتطبق غلط. طب انا عايز اكسب حاجز الخوف، ممكن اعملها ازاي؟ فاهمه؟ مهم. انا بس بديك ايه، بعض التصور، او بعض الايه، بعض الحاجات. بس خلينا قبل بس ما نروح نتنقل كده. نشوف الناس اللي بتنزل. المسجات. اوكي. نفسي بجد اتكلم اه. انجليزي. لو عايزه تتكلم انجليزي يا مان هتتكلم انجليزي والله. هتتكلم انجلش. هقول لك ازاي طيب. دلوقتي. بصراحة نزل عسل، الله يعزك الله يا يبارك لك. محمود. جيكلين، حضرتك جيكلين، الله يعزك، تسلمي لي يا جيكلين. الناس اللي مبتدئة معايا جيكلين، خد بالك. منور يا مستر رشا، ازيك؟ اهو منورك. بيكلموك اهو، مش بتقولي لوحدك. الناس شايفاك اهي. طيب. انا لسه ممكن اعرف اسم الابلكيشن؟ احنا لسه يعني لسه ما قلناش اسامي ابلكيشن ممكن تكون. هنقول لا اسامي بس كل حاجه في خلينا الآخر. خلينا نقول اسامي الابلكيشن يا محمود، هنقولها حاضر. السلام عليكم، أنا لسه داخله حالا، في حاجه ممكن مطلوبه اكتبها؟ لا. لا مش مطلوب تابعينا بس. نكتب حاجه، هو طبعينا بس. طيب، لا تفكير في جمل كتير مش بتتكلم زي العربي. مش فاهم السؤال قوي بسمه، بس ماشي. هي بتتكلم عن ان احنا نبراكتس على جمل مش على كلمات، وده مم. كويس. وانا مم. كمان بحبك يا ايمان. يا جماعه هاي، انا موجود ها. زي ليه ناس هنا، ليه ناس عندكم فرق. ماشي، ناخد بقى من موضوع المشاكل ده واحده واحده. اوكي. اول واحده فيهم الحفظ. امم. ناس كتير عندها تخيل لدرجه ان في ولي امر لطالبه في الجامعه، طالبه في الجامعه عندي وبتاخد معايا كورسز، امم. مقتنعه تماما انها لازم تحفظ كلمات كتير قوي امم. عشان تتكلم انجليزي. اوكي. اولا مفيش تحفظ. يعني احنا متخيلين انه انا مش عارفه اتكلم انجليزي غير وانا عندي شخصيه لغويه، فلازم اقعد احفظ 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 احفظ. ففي الاخر مش هتكلم انجليزي، لان انا بحفظ من وانا في المدرسه، من وانا في ابتدائي وانا حافظه كلمات اصلا. وقت ما دخلت اتعلم انجلش كنت بتعلم من زيرو، كنت حافظه كلمات كتير جدا. بس ما اتكلمتش، الكلمات ما ساعدتنيش ان انا اتكلم. طب ايه اللي هيساعدني اتكلم؟ اني ما احفظش. وقفوا حفظ، اتدربوا. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي جات لي كلمه play for example، فعايزه كلمه play دي انا ما اعرفهاش، اول مره اشوفها وعرفت معناها خلاص. فانا عايزه اتدرب عليها، فاقول I play football، he plays basketball، وهكذا. طول ما انا بستخدمها وبتكلمها وبكتبها مع مش ادخلها في وسط هنساها. جمل. ثانك يو سو ماتش، مش هتتنسي. مم. فنوقف حفظ كلمات الجرامر. اوعى حد يكتب لك قاعده جرامر على البورد ويقول لك اديني اكزامبلز ورقه وقلم وتكمل معاك، ولا تكمل مع نفسك، ولا فيديوز على الانترنت. طب اعمل ايه؟ يعني اعملها ازاي؟ اعرف امتى بتكلم جرامر. يعني فور اكزامبل عندي البريزنت سمبل مثلا، هيقول لك المضارع البسيط يتكون من الفعل معني وشي واسم مضاف اليه انت وهي. ده كلام فارغ. صح؟ يعني اكاديميكلي صح. وكده كده انا هستعمل القاعده دي. بس قبل ما اقولها لك هقول لك ايه؟ يعني ايه بريزنت سمبل؟ يعني حياتي، ده صاحبي. ده انا كل ما اتكلم عن حاجه تخصني هقوله. اتكلم عن عاداتك وعن الحقائق في حياتك وعن اي حاجه حواليك. I eat banana every day. I speak English. He goes to the work. وهكذا. فكل ما اتكلم عن حاجه تخص حياتي 50% من الانجليزي بريزنت سمبل. انا قلت لك كده يبقى كمل. انا كده عارفه انا بتكلمه امتى.
فلما تديني القاعده امشي وراها موضوعي هيخلص. لكن ان انا اديك كل حاجه بطريقه احفظ واكتب زي ما انا بكتب، ده كلام فاضي. ده كلام في البليله. فانتوا الحفظ اول حاجه لازم نغيرها في المنتاليتي بتاعتنا، ان مفيش حاجه اسمها حفظ حتى في الماركتنج يا خالد. انت لو الناس اللي معاك ما جابوش لابتوب وجهاز كمبيوتر وقعدوا يطبقوا ايديهم خطوات خطوه هينسى، مش هيشتغل. انا بقول للناس تعمل ايه؟ كنتوا خدوا يعني يبقى معاكم نوتس دي في كل سيشن، بحيث تصطاد كل حاجه، او كل حاجه انت بتخطر على بالك عايز تسالها اكتبها واصطادها بالكتابه واسالني فيها. ففي مره في حد جالي كان بيحضر معايا في مره، فبيكتب كل كلمه بقولها في السيشن، فجيت لقيته كده عامل بعد اول محاضره تقريبا نص بتاع الكشكول اللي معاه نصه هو الشرح اللي انا شرحته. رحت جيت عملت بيه ميتنج كده برايفت، يعني قلت له بص، هو مش من الصح انك اللي انت بتعمله ده، هو من الصح انك تدور على آلية التطبيق اللي انا بقوله. بالظبط كده. فانت بدل ما تكتب كل اللي انا بقوله، دور على اكتب ازاي هطبق اللي هو قالها دي. هو قال معلومه مثلا ازاي، قال ايه، ازاي بعمل بحث تسويقي، فانا هطبق ده ازاي في اللي هو بيقوله دوت مع فلان، اكتب كده. فدي تتعمل تروح تطبقها بقى بايدك تطلع بيها معاه، بس تكتبها لي كده في الكشكول عشان تراجع اللي انت قلته. وهو حبيبي كده ده ممكن تسجله اوديو، ابسط شيء يعني، ابسط شيء سجل اوديو، انا بسمح للناس بكده. بس تيجي تكتب دي بتبقى صعبه شويه انت يعني. اصلا مش هتركز في اللي التيتشر بيقوله، انا بمنع الكتابه طول ما انا بشرح. اوكي بالظبط. محدش ياخد نوت لو الموضوع مهم قوي urgent وانا ما كتبتوش على البورد، انا بكتب كل حاجه تقريبا. لا عشان في الاخر كابتشر ذا بورد، ياخد كده صوره اوكي ويشتغل عليه. فموضوع الحفظ انسوه، خرجوا الحفظ من حياتكم، هتبقى احسن كتير والله، هتفهموا. طب اديني حاجه اخيره جدا في الحته بتاعت المعاقبه. لا احنا عندنا الممارسه والخوف. انا الاثنين. يعني الممارسه الممارسه ان انا طول الوقت ما بلاقيش حد امارس معاه اللغه مع نفسي قدام المرايه بنوت الموبايل. والاميتيشن اني اسمع واكرر اللي بسمعه. اقوى طريقه لتعلم اللغه او لتعلم اي حاجه في الدنيا على الاطلاق اني اقلد، اسمع واقلد. مع الوقت هتكلم حلو جدا باكسنت مظبوطه بالجرامر صح، لان انا اصلا الطفل الصغير او حتى اللي بيسافر بلد ثانيه وبيقلد الناس اللي بيسمعهم. ده واحد دخل السوبر ماركت وقال له I wanna some apples. give me this. هو هنا في حاجه بقى هنا. عندنا مشكله في مصر، لو انا جيت قلت كلمه بالانجلش فهو ما قلتش الاكسنت بتاعتها صح. ليه بقى اللي انا ما قلتش الاكسنت فتتعلق لي المشاني؟ يعني عارفه اللي هو ايه، هو يا جماعه انا يعني انا ماشي، يعني انا ما قلتش الاكسنت صح. طب انا المهم وانا بتعلم انجلش ان انا اطلع انطق صح في الاول؟ لا حلو قوي. مفيش حد في الدنيا ينفع وبيتعلم حاجه لان حتى الاجانب نفسهم وانت مهما وصلت الاكس هيعرفوا برضه ان انت اصلا مش امريكي. منطق. فيعني زي اللي بيتكلم عندنا كده صح كده، يبقى اصبح ان برضه حاجه من الحاجات اللي انا يعني بشوفها ودي برضه انت تأيديني فيها. يعني انا مش شرط وانا بتعلم انجلش انطق الاكسنت صح، ممكن انطق يعني الاكسنت كل ما بتكون احسن كل ما بتعمل برستيج اعلى للطالب في مجال شغله. مش في وسط اصحابه، انا صعب اصحابه دلوقتي خالص. ماشي. في مجال شغله في الكارير بتاعه. ماشي. طب هل لو هو بيتكلم انا بفهمك وانت بتفهمني الدنيا تمام؟ ده في العالم كله متعارف عليه في العالم كله. طب ليه في مصر بيغتتوا علينا كده؟ من وجهه نظري المتواضعه لسببين، يا اما عقده نقص يا اما قله خبره. يعني يا اما انا حافظ كلمتين بتمنظر بيهم على مخاليق ربنا، فلما حد بيقول كلمه قدامي بحس انا عايزه اقول لك نص اللي بيصححوا للناس مش عارفين الصح. يعني حد يقف يوجهها كده يقول لك ايه اللي انت بتقوله ده؟ اقول له طب علمني الصح. والله هزعله، هيعيط قدامك. لانه مبقاش عارف اصلا الصح، هو بيغتت عليك من باب الغتاتة. يا اما هو ما عندوش خبره ومش فاهم ان موضوع الاكسنت ده اخر بوينت بنتكلم فيها. الاكسنت بتاعتك لازم تبقى ممتازه لو انت تيتشر، you're gonna teach people. هم هيتعلموا على ايدك، فيعني اتليست لما تيجي تعلمهم وانت كويس وانت تمام. ما تعملش عندهم كونفيوجن ما بين نطق كلمتين، ما تدخلش الدنيا في بعضها. لكن اوفرول تتعلم تتكلم كويس، هتتقبل في وظائف كتير وهتشتغل كويس جدا، هتفهم وتذاكر وتاخد كورسز وكل حاجه لو انت بتفهم وبتعرف تتواصل. خلي الاكسنت، بس في فرق ما بين الاكسنت يا خالد في البرونسيشن. يعني في فرق بين اني اتعلم امريكان اكسنت والضم الكلام ببعض واتكلم بسرعه واني انطق الكلمات غلط. مش مهم اتعلم اكسنت، بس المهم ابقى بنطق صح.
عشان ما حدش يسمعني يفتكر انا بقول حاجه ثانيه خالص مالهاش اوكي. علاقه بده. بس كده. فاهم قصدي. دي قصه الاكسنت. الخوف. ما مم. تخافش تغلط، مم. عشان طول ما انت بتغلط مم. هتتعلم الصح. لو بطلت تغلط اعرف ان انت تفضل واقف مكانك في كورنر كده، لا هتطلع منه لقدام ولا هتعرف تعدل اي حاجه عنه. اغلط عشان تتعلم وما تخافش. ما هو انت لو غلطت بياض الحيطه مش هتقع والقيامه مش هتقوم ولا هتفضل عايش عادي مش هتعمل اي حاجه. فاغلط عادي، اغلط، ما تخافش من حد، ما تخافيش من حد. طب اكثر حاجه زي الخوف ازاي تاني وانا بتكلم انجلش اصور نفسي بالموبايل. الموضوع مرعب. بيحس ان الناس بتتفرج عليك. لو عودت نفسي على ان انا بصور نفسي بكاميرا الموبايل وانا بتكلم انجلش وبراكتس في البيت لوحدي، هكسر عند نفسي حاجز الخوف كتير. احط سماعات في وداني واتكلم في الشارع وزي ما انا كنت بعمل كده زمان. انت ما احس ان الناس سامعاني وانا مش خايف، ده هيكسر عندي حاجز كتير. وحاجه ثانيه بس دول يعني هايلايت. طيب هو انا طبعا بأيد كلامك جدا، وفعلا كلامك في فاليو حلوه بالنسبه للناس اللي هي ممكن الكلام ده ما بنلاقوش في بعض البروسس من بعض الناس. في بعض الناس ما بتقدمش الحته بتاعت التعلم او بتركز عليها اكتر ما بتركز على بعض الجوانب التانيه، وده مش هم عشان هم وحشين، لا، بس احنا بنتكلم على جوانب ممكن تكون مهمله وهي شايفين ان هي صغيره، لكن الصغيره دي فعلا هي فعاله او فيها نسبه تاثير عاليه جدا لكل الناس اللي حابه ان هي تتعلم الانجليش يا جماعه. نيجي بقى للحاجه الاخيره اللي حابين نختمها مع بعض. انا دلوقتي عايز اروح اخد كورس عند شيري، فشيري عندها ليفل ب 500 جنيه، فبسم الله ما شاء الله عليها يعني. تمام. والله مش غالي يا عم الحاج. اساله مره. طيب هروح اخد كورس في مركز فلاني الفلاني، فمركز فلاني الفلاني الليفل بتاعه ب 700 و 800 وبنسمع اسعار طبعا. معاك لحد 4200. معاكي مثلا لحد ما انا بروح اخد في البريتش كونسل يعني. طيب هنا انا ممكن ما يكونش عندي الدخل المادي اللي ممكن يخلي عندي الاستمراريه، لان انا ممكن يبقى عندي الشهر ده استلفهم اعملهم ادوس على نفسي في حته معينه في مصاريفي واخدهم، بس الشهر الجاي ما عنديش استمراريه فيه. احنا محتاجين يبقى في بلان. البلان دي انت بتدعنا بتقولي لنا عليها، وقولي لنا يعني عشان اطبق او اعمل البلان. وانا بالمثل ممكن اتكلم على بلان في الماركتنج اقدمها لك برضه. بس احنا بنتكلم على فكره البلان. انا يعني من خلال بقى طبعا بعض الفيديوز اللي بشوفها وبعض البلان اللي كانت ساعات بتتبعت لي من بعض الزملاء يعني، بشوف فيها حاجه ناقصه. دايما كنت بشوف فيها حاجه ناقصه، حاجه مش قادر اربطها قوي يعني نفسيا ما بيني وما بين ده. انك لوحدك. انا لوحدي. الو. فانا عايز تحاولي تساعدي الناس ان هم ما يبقوش لوحدهم. يا عم ياخدوا البلان، يدخلوا على جروب التليجرام بتاعنا، يعملوا براكتسنج والتطبيق يبعتوه لنا. الفيتشرز الكتير الحلوين بتوعنا هيصححوا لهم الاخطاء. يعني عشان نقدر نبراكتس على ده. كمان هيبقى في عندنا ورش الفتره اللي جايه. الورش دي هيبقى فيها تطبيق عملي، هيبقى في ورشه جرامر، ورشه بزنس، ورشه كلمات، ورشه طلاقه للناس اللي بتفهم انجلش ما بتعرفش ترد. هنعمل فيها كونفرسيشن. هنرجع الفتره اللي جايه برضو بعد الامتحانات بقى بتاعت الترم ان شاء الله، هنرجع لفتره كده معينه نادي المحادثه المجاني اللي كنا بنعمله اونلاين واوفلاين. فاحنا يعني استنوا مننا الفتره اللي جايه مع شغل جامد جدا. بس اول بوينت ادخلوا على جروب التليجرام بتاعنا. طيب هم عشان الناس بس الناس تشوف التليجرام يعني تدخل على فين بالظبط. احنا هنسيب لهم في تعديل، هنعدل اللايف موجود على البيج وعلى الصفحه الشخصيه، هنعدله بكل المنصات بتاعتنا، التيك توك والانستجرام والتليجرام وكل حاجه. خلاص انتوا ابعتوا لها حتى على اي حاجه. انا اقرب حاجه ليكم البيج بتاعت الفيسبوك. البيج او الفيسبوك. ابعتوا للبيج بتاعت الفيسبوك لشيري، وانا هبقى اسيب لكم يعني بعد اللايف هتلاقيني حاطط اللينكات بتاعت شيري، هحطها في بوست لوحده منفصل عشان بس الناس ما تتوهش. هحط لكم اللينكات بتاعتها وتواصلوا معاها، ابعتوا لها على الصفحه. بعد اذنك احنا محتاجين البلان. انا عايز بقى منك كده سريعا عشان ادخل على الجزء بتاع البلان برضه بتاع الماركتنج بالنسبه لمتابعينك. عايز كده سريعا او على خطوات كده ايه اهم النصائح اللي تنصحيه وهو بيتعلم البلان. البلان اتكلم. انا كاتبه لك بالتفصيل الممل يعني. انت هتلاقيني بكلمك برغي معاك جوه البلان دي. بكتب كاتبه باللغه العاميه وكاتبه لك اعمل ايه بالتفصيل. ابوس ايدك اعمل اللي انا كاتباه زي ما انا كاتباه، ما تجودش. يعني انا قلت لك كرر ورا الفيديو لحد ما تلاقي نفسك بتقوله زي الفيديو. كرر
يوميا على فيلم يوميا. الفرجه على افلام يا جماعه، اي حد بيبدا يتكلم انجلش، سواء هتمشي على بلان، هتمشي على بلان ثانيه، بتاخد كورس معايا او كورس مع اي حد، اتفرج يوميا على انجلش موفي بانجلش سبتايتل. الموضوع مش مكلف، بانجلش سبتايتل مش عربي. سبتايتل انجلش يا جماعه، الترجمه تبقى تحت انجليزي يعني مش عربي، ماشي. محدش يتفرج على افلام مترجمه عربي لانك بتوقف دماغك. انا عايزاك تقرا مع اللسن. طب ده لازمته ايه؟ ده يخليك تتعلم الناس دي بتتكلم اللغه بتاعتها في بلدها ازاي، هيعرضك للكالتشر، الثقافه بتاعتهم اللي هتخليك تفهم هم اصلا عايزين يقولوا لك ايه، لان في فرق ما بين معنى الجمله ومدلول الجمله. صح. في ناس بتيجي تقول لي على فكره انا قريت الجمله كلها وعارف ترجمه كل كلمه، بس ما فهمتش حاجه. عشان هم عندهم ايديومز، عندهم فريزال فيربس، عندهم مصطلحات وتعبيرات انت ما تعرفش عنها حاجه لانها مش في ثقافتك، بس في ثقافتهم. اعرف الثقافه من الافلام. بس لما ابدا الناس البيجنرز والزيرو اتفرجوا على افلام انيميشن لغتها اسهل، مش سريعه زي الافلام العاديه، الكلمات فيها بيحاولوا ينطقوها الطف، وما فيهاش حاجات تخيلش عن الحياه او ممكن تضايق البنات او اهاليهم او whatever، فينفع يتفرج عليها بابا وماما وابنه لو مامي بتتعلم مع ابنها بتتعلم معاه. فالافلام الانيميشن هي انسب اختيار، بس بانجلش سبتايتل. طب يا مستري ما عندناش ويب سايت، نخش على OSN او على شاهد او على نتفليكس او على whatever، الاشتراك بتاعه ب 200 جنيه باين في الشهر، جمعهم انت وخمسه اصحابك، ينفع تشتغلوا على نفس الاكونت عادي. انا كنت بعمل الطلبه عندي في الكلاسز بيلموا من بعض ويعملوا اكونت واحد كلهم يتفرجوا مني طول الشهر، ادفع 50 جنيه 40 جنيه مش فلوس يعني، ده لو انت ما عندكش فلوس تتفرج. اوكي تمام. فاحنا كده حلينا مشكله الفرجه على الافلام. البراكتسنج اساس وليسننج. الليسننج بيخليني اتكلم كويس، هما تو سكيلز بيليدوا التو سكيلز. سمعت كتير السبيكنج بتاعي، لو انا بحاول اتكلم السبيكنج بتاعي يتحسن اكتر واسرع 10 مرات لان انا ما بعملش ليسننج. قريت كتير، هكتب كويس ان كيس ان انا اصلا بكتب. تمام كده. اوكي طيب احنا كده خلصنا الجزء بتاع الانجليش. تعالوا بقى اديكم كده في جزء تسويق. انا طبعا من اكتر الاسئله ومن اشهر الاسئله، وفي ناس بعت لي على الانبوكس وقلت لهم حاضر، وكالعاده ما ردتش عليهم، في حقك عليا اللي بعت لي وما ردتش عليك، بس انا ما بردش عليك دي مش عدم تقدير قد ما بنسى. اللي بيطلب مني حاجه يفضل زنان لحد بياخدها مني. انا بقول لكم الله يفوق، عشان لما يجي حد يجي يقول لي انا طلبت منك، زي الولد اللي من كام يوم كده على لينكد ان كاتب لي كومنتس يقول لي انت منين بتساعد وانت منين مش عارف ايه وانت اصلا ما بتردش زعلوا قوي والله، ما عرفوش ان احنا مطحونين وحياه ربنا وانت مش عارف ايه وقاعد يعني ايه كتب كلام كده ايه يعني زي الفل يعني على الكومنتس. ودي حاجه من الحاجات يمكن انا دخلت رديت عليه بالمناسبه، وما رضيتش ان انا الموضوع رغم ان هو ضايقني، بس ما رضيتش اكبر الموضوع يعني واعمل الموضوع اهميه قوي. قد ما هو ممكن يكون غصب عنه معذور، انت ما تعرفيش برضه ممكن ظروفه كان محتاج الاجابه في اسرع وقت، او كان مضطر على دوت، حتى لو كيس يعني لو افترضنا يعني ان هو مش عارف وقتك او مش مقدر الوقت بتاعك، ولكن هو ساعات بيبقى فعلا البني ادم غصب عنه. فانا ببقى مقدر انزعاجه، ببقى مقدر جدا الفكره ديت يعني. فخلينا بس نقول حاجه، ان احنا لو حابين نتعلم مجال السوشيال ميديا، اول حاجه يا جماعه الموضوع ان احنا الناس بتيجي تقول لك اتعلم تسويق، على اساس السوشيال ميديا اتعلم تسويق. انا ستوب هنا بس شويه. هو انت في قبل التسويق في حاجتين لازم تتعلمهم، او لازم تكون قراتهم وعرفتهم وعارف عنهم. ايه هما؟ الاقتصاد والبزنس. وما تستغربليش يا عم انا رايح اتعلم شويه اعلانات هتخليني تدخلني في قصه ليه بتاعه الاقتصاد وبتاعه البزنس؟ حبيبي هو انت رايح تعمل اعلانات لواحد عنده بزنس، والبزنس دوت بيبقى شيء يعني بيبقى موجود في قلب سوق كبير. فالسوق دوت توجهاته ايه؟ فالتوجهات دي تبقى اكتريتها او جزء منها بيبقى فاهم ان انت تكون فاهم في جزء الاقتصاد، في الاقتصاد وجزء في الاقتصاد اللي احنا الاقتصاد بتاعنا رايح لفين دلوقتي، او العالم احنا نتاثر ازاي بيه، لان احنا بنتاثر على اسواق عالميه وعلى اقتصاد دول حوالينا. تمام كده. فلازم تبقى انت عارف ان اقتصاد وبزنس، ولا ياخد عنهم مش خد عنهم بريف، خد عنهم اساسيات معلومات. انا دايما بقول، وحتى بدي في الكلام ده في الكورسات المدفوعه. يا جماعه في دكتور عمر الشنيتي، فك الله اسره، حد من الناس الممتازه بيشرح الاقتصاد بشكل يعني كانه قاعد مع واحد صاحبه على القهوه، والله العظيم فعلا الاقتصاد منه مبسط. وده اصلا يعني دوت الراجل ده منتورز لناس كتيره جدا ليها اساميها في مجال الاقتصاد. الراجل ده دكتور عمر الشنيتي
الشنيتي. الشنيتي ماشي. الناس بالتاني الممتازه. لا بالطه. عمر عمر الشنيتي. فيا جماعه نبدا نفهم عن الحاجتين دول الاول، وبعد كده نبدا نفهم عن التسويق، وبعد كده هتلاقوني بقول لكم ابدا بقى خد منصه منصه، افهم الخزامات بتاعت كل منصه. هتلاقيني انا محضر فايل. الفايل هيجهز بلينكاته ان شاء الله، هيكون جاهز بكره. هتقدر الناس اللي هي كل الناس حابين يبداوا في المجال، يعني هنسيب لكل المتابعين مش شيري هتبقى البلان عليها معاها، وبرضه اللي حابب يبعت لها، حابب يبعت لي انا شخصيا بعد اذنك، انا محتاج البلان اللي ابدا بيها في 2023. لان الشخص اللي هيبدا في مجال الماركتنج والسوشيال ميديا مش هو نفس الستبس او نفس الخطوات اللي كان الشخص بيبدا بيها من 3 4 سنين. فبيحصل فيه تغيرات كتير جدا. فبالتالي انا لما بيجي انا ما كانش عندي رد للاجابه بتاعت سؤال انا عايز ابدا في المجال ساعدني ابدا ازاي، ما كانش عندي لسه ليها رد، لان انا الفايل ده واخد مني مجهود 3 ساعات. فبالتالي المجهود ده انا عامله للناس عشان بعد كده اللي يجي يقول لي ابدا ازاي، ابقى عامل له اخر تحديث في ان هو يبدا ازاي في مجال السوشيال ميديا وفي مجال الماركتنج. فنصايحي ليه رقم واحد، حاول انك تشتغل تكون في مصدر دخل، غير ان انت تبقى عارف ان ده يبقى هو، او انت قاعد فاضي كده زي حالاتي لما كنت بدات انا ما عنديش اي حاجه في الدنيا بعملها غير هو ده، لان ده هيضغطك ماديا ونفسيا. هتتعلم قد ايه؟ تشتغل اتعلمت اي حاجه يعني. اشتغل اي حاجه تجيب منها فلوس، تصرف على نفسك. اصرف على نفسك وقت مصاريفك. تمام. النقطه الثانيه، غير معتقداتك وانت داخل المجال. اللي شغال في مجال السوشيال ميديا ده قسما بالله بيعاني، يعني هو مش احسن حاجه، يعني هو مش الشخص اللي هو ايه هيكسب ايه 100,000 جنيه و200,000 جنيه. كلنا بنعاني. لا حضرتك انت بتاعت انجلش، في ناس بتيجي تحسبها معانا. خالد دلوقتي جاله عميل، العميل بكام؟ ب 5000. يعني لو جاله 5 في 5 25,000 جنيه، واسمه قاعد ايه بيلعب على الكيبورد. لا مش حاجه كده. بس كده فاهمه؟ ادي ايه ده ساعتين زمن والله هو ده اللي بيحصل في كبير الفيديوهات. تاني مفيش حاجه اسمها كده. ما هو ده اللي بيحصل في الفيديوهات. تعال اقول لك ساعة شغل ساعتين بس في اليوم وخليك تمسك في ايدك 20,000 جنيه. يا جماعه الكلام ده يعني لما بيجي او هو بيجي، بس لما بيجي بمجهود، بيجي بتيم كبير، وبيجي وبليله كبيره سيادتك اصلا. وعشان اصلا تجيب ده، مين العميل اللي هيجي يديك 5 و6 و7؟ انت قيمتك قد ايه؟ عشان قيمتك تعلى فانت هتحتاج تشتغل على نفسك فتره طويله. معلش اتفضلي. لما بتدفع فلوس ما بتدفعش فلوس، ما بتدفعش رقم مقابل خدمه، انت بتدفع رقم مقابل خبره هتخلي الشخص ده يؤدي لك الخدمه باعلى كفاءه في اقل وقت باقل مجهود باقل تعب. انت لما بتروح لحد تدفع له 50,000 جنيه 40,000 جنيه ما تدفعش القيمه دي، ما تدفعش المبلغ ده. انا كان لسه مقابل الشخص اللي بيديني. وانا جاي لك كنت بتكلم مع حد ديزاينر، فبيقول لي يعني ان في صديق ليه يعني عمل لوجو ب 17,000 جنيه. فالشركه جت قالت له ليه يا عم؟ ده انا ممكن اروح اعمله ب 200 300 جنيه. فقال له خلاص، انا خبراتي ومجهودي قدرته بالرقم ده، وبعد اذنك اللي يعمل لك اللوجو وريه لي. فلف لف لف في الاخر كده قال له حاول يتفاوض بقى معاه على فين؟ على السعر. هي الفكره يا جماعه ان انت عشان توصل لرقم هتحتاج منك شغل. ميزه السوشيال ميديا اي نعم ان انت ممكن تطور نفسك فيها سريعا. انا في ناس كانت بتاخد معايا كورس من 3 سنين، الله اكبر عليهم، دلوقتي بيدرسوا. مش بيدرسوا بس، لا ده ممكن يكونوا كمان بيضاهوا اسمي. يعني ممكن فدي فكره ان في بعض الاوقات ان انت ممكن تحصل تطوير بشكل سريع جدا. تمام. وهنا بيضاهي اسم دي، يعني بقى ليه اسم في السوق معايا، يعني بقى ليه اسم في السوق معايا. تمام. فهي الفكره كلها ان انت لما بتيجي السوشيال ميديا حلوه كلها، بس غير معتقداتك عنها اللي هي ممكن تكون غلط في بعض الاوقات. يعني الحاجه الاخيره والنصيحه الاخيره اللي حابب اقولها لك وانت بتتعلم في مجال السوشيال ميديا، ما تحاولش تشتت نفسك بمصادر كتير. يعني اي مصدر انت بتشوفه طبق اللي هو بيقوله، او حاول تدور على آلية التطبيق بتاعت اللي هو بيقوله حتى لو بطريقه تفكيرك. يعني مثلا ايه، واحد جه قال لك ايه مثلا عشان تكريت كامبين فانت لازم تعمل الاستراكشر ده، او تعمل النموذج ده. طب انت جربت تعمل النموذج دوت على حاجه معينه، على اي منتج، على اي خدمه؟ ولا انت سمعت من هنا ورحت سبته وتقعد تسمع واحد تاني فتلاقيه بيعكس الكلام، فتلاقي انت لقيت نفسك ايه متخبط. فكتر اللينكات اوقات بتضيع الناس. تعدد المصادر تعدد المصادر اوقات بتضيع الناس او بتخبط، خصوصا في مجالنا. انت عندك في لينكات رهيبه جدا. انا بشوف بوستات
بسم الله ما شاء الله، يعني ايه عب اديله ايه عبيله واديله زي ما بيقول بالكيلو. خد ودي. فطبعا لا، الموضوع يا جماعه وانت بتتعلم مجال الماركتنج او مجال السوشيال ميديا بيبقى فيه مصادر كتيره جدا، ولكن مشكله المصادر للاسف مش بتبقى يعني في بعض الاوقات مش بتبقى صح، لان حتى المصادر نفسها بتبقى لا اما قديمه، المصادر نفسها ما فيهاش الفاليو. يعني في ناس بتشوف مثلا يقول لك ايه انا خدت كورسات في يودمي، اجي ابص على الكورسز هو واخدها كلها بالانجلش فبيتابعها بده. اصلا المحتوى كله على بعضه مش لو انت سرشت وتعبت نفسك كنت ممكن تجيب محتوى بالعربي افضل منه. ففي حتى بعض الكورس مش عشان هو بالانجلش ولا هو عشان هو امريكان فهو بيدي فاليو قويه قوي انت ده متخيل، لا. انا ماليش مش ليه نتيجه. يعني الفكره ان انت لما بتاخد مصدر لازم تدور على آلية التطبيق بتاعته، وخصوصا في مجالنا ان مجالنا 98% تطبيق و2% نظري. 98% تطبيق يعني الناس اللي بتاخد معايا كورس عارفه الكلام ده، عارفه جدا مبدئيا ان احنا ساعات بنعمل سيشن لوحديها بس تطبيق عملي، ما بعملش اي حاجه فيها غير ان احنا بنقعد نشتغل يا ست حتى لو شغلت دماغي، يعني انا لو شغلت دماغي انا ازاي هعمل بقى اللي احنا قلنا ده. شغلت دماغك وبدات اصحح من واقع، انت بتثبت المعلومه مره عن مره، بجانب بقى يا سلام لو انت شغالاه بايدك معايا دي برضه بتفرق جدا جدا. احنا عندنا في الانجلش براكتس ميكس بيرفكت. كل ما تتدرب اكتر كل ما تبقى احسن كتير. ميكس بيرفكت، بيرفكت دي الحاجه اللي ما فيهاش غلطه. براكتس ميكس بيرفكت، كل ما تبراكتس اكتر كل ما تكون احسن. اوكي. وخلاص بقى كل الكلام ده ما عرفتوش تشتغلوا على البلان بتاع الواحد اللي شغالين عليه. طيب الناس تبعت لي بقى، يعني ان شاء الله البلان بتاعتنا هتبقى جاهزه، وان شاء الله ابعتها للناس بكره. طيب انا داخل اقول لك اني احبك في الله واجري على طول. حبيبي يا احمد الله يعزك. تسلم لي يا حبيب قلبي. في اسئله ثانيه؟ اللينك يا جماعه هل متوفر بالكورس اونلاين؟ مش عارف انت انهي كورس فيهم يا ايمن، قول لنا وانا احنا نجاوب عليه. طيب بدون مبالغه بدون مبالغه والله نحفظ اللايف يا جماعه بدون مبالغه احسن اتنين على الفيسبوك. الله يعزك الله يعزك يا يعني احنا مش عارفين نقول لك ايه. انا المرحله اني بقيت بفكر بالانجليزي بس احيانا في كلمه مش ببقى عارف معناها، وهيفضل في كلمات مش عارف معناها. تفضل طول عمرك اذا كنا بالعربي احيانا بتفتح كتاب تقرا فيه موضوع تلاقي نفسك في كلمه مش عارف معناها، وانت مش قاموس متنقل يا ابني، انت هتفضل كده. فما تقلقش تعالى ترجمها خدها كده وتدرب عليها والدنيا جميله. الانجلش فيه يا جماعه الكورس التو كورسز فيهم اونلاين. احنا عندنا اونلاين في كل حته في العالم معايا ومع خالد، فما تقلقوش الكورس موجود، بس انت خد القرار ودوس يلا. طيب في النهايه احب ان انا اشكرك يا شيخ. وانا كمان والله اشكرك بعمق. مش بس على اللايف والله، على كل الحاجات اللي انت بتعملها معانا ومع الاكاديمي ووقفتك جنبنا ومساعدتك لينا ودعمك المستمر ودعمك المستمر للمكان وليا بجد من افضل الناس واكثرهم جدعنه ممكن تتعاملوا معايا. الله يعزك. طيب انا كنت مبسوط ان انا معاكم النهارده، ولمتابعين شيري على البيج برضه كنت مبسوط ان انتوا اتعرف عليكم. وانا طبعا ما عرفتكمش بنفسي ولا حاجه، بس انا الحمد لله انا اسمي معروف محتاج اعرف من نفسي. شكرا. شكرا. عيش يا جماعه، موج الاسد دايما مغرور كده في نفسه، بنعمل ايه بس. طبعا اتشرفت طبعا بما فيكم، واي حد عنده انا خبره 8 سنين في مجال الماركتنج والسوشيال ميديا، ده بس اللي انا اعرف نفسي بيه. فاتاكدوا تماما لو احتجتوا اي حاجه اقدر ان انا اساعدكم بيها، تلاقوني ان شاء الله بساعدكم بيها باذن الله. وهنحط لكم لينك الاكونت بتاع خالد في التعديل بتاع اللايف، عشان لو حد حابب يدخل يساله عن اي حاجه يتكلم معاه او يعرف منه اي معلومه احنا معاه. ولو حد عنده مشكله برضه في البيزنس بتاعه، حتى لو بياخد مع شيري برضه هيبعت لي وان شاء الله اقف معاه واحل معاه اي شيء. شكرا ليكم، واللايف بقى موجود تقدروا بقى تبقوا تشوفوه في اي وقت وتتفرجوا عليه يعني. وانا ان شاء الله ممكن نعمل لايف تاني بقى مع شيري كده قدام شويه ولا حاجه، ونتكلم فيها كده على نموذج معين من النماذج اللي ممكن تكون قدرت تفيد الناس اللي بتتعلم انجلش، ويندمج فيها جزء الماركتنج لسه بفكر فيها يعني. فلو الفكره قدرنا ان احنا نعدلها وتخرج للنور فان شاء الله هنطلع بلايف معانا خالد يوسف لازم تطلع. اعتبروها ده يا جماعه قريب جدا هنعلن عنها.
اشوفكم على خير ان شاء الله ويومكم جميل. الى السلام اللقاء عليكم. يا